الله. سائل يقول ما حكم الإسبال من غير قصد المخيلة؟ الإسبال محرم ولا يجوز، وإذا كان على قصد المخيلة فهو أشد إثما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن كعبين من الإسبال فهو في النار ولم يختلف الكلام. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم أليم: المسلم إزاره والمنان فيما أعطى والمسلك السائل عن الكافر رواه مسلم الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: إياك والإسبال فلا يجوز الإسبال مطلقا، لكن إذا كان عن خيلاء فهو أشد منه. أما إذا غلب ارتاح ثوبه أو بشره عن غير قصد وعن غير قصد الخيلاء بل غلبه في بعض الأحيان هذا يرفع عنه كما جرى الصديق رضي الله عنه قال الصديق وتبع الخيلاء لما قال الإنسان يستطيع إلا أن تعاهد. إذا تعاهد الإنسان إزاره ثم نقض عليه بعض الشيء وتعاهد ورفعه حتى يخاف فلا شيء عليه. سبقكم الله. أما أنت يتعمد تحميش أو تحمل الإزار أو تحمل الصراويل هذا منكر. جزاكم الله خيرا.